النهارده هوريكم فيديو منتشر جدا 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 على فيسبوك وعلى اكس. فيديو بعض الجنود المصرية، آم، آه، بت 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 بينها وبين شاب فلسطيني مشادات عشان اخترق الحاجز اللي بيننا وبين رفح الفلسطينية. وطبعا قبل ما اوريكم الفيديو انا عايزاكم تشوفوا في الارض كمية الطوب اللي محذوفين بيها الجنود المصرية. انا عامة لو مكان الجندي المصري دوت مش هضربه، ده انا هطخه بالنار. انا واقف على حدودي، حافظ على ارضي. لاي حد هيتعدى الخط دوت هيتضرب بالنار، مش هضربه بايدي، انا هضربه بالنار. احنا بنحافظ على حدودنا. مش عايزين يحصل تاني زي 2008 لما حصل ضرب في فلسطين. الفلسطينيين جريوا على المعبر وكلهم كانوا عايزين يطلعوا من المعبر، وحصل برضو ضرب وتكسيره. نفس الاستزافات اللي انتوا بتستفزوا بيها الجنود اللي واقفة على الحدود. الجنود اللي واقفة على الحدود بتحمي أرضنا، بتحمي الأرض المصرية، بتحمي الشعب المصري. انت تعديت حدودك، لا مش تتضرب بالايد ولا مشادات كلاميه، انت تتضرب بالنار. لاي حد. الجندي المصري واقف على حدوده بيحفظ امن القومي المصري، وفي نفس الوقت برضه بيحفظك. انما انت بقى ما تستفزوش، ما ترموهوش بالطوب، ما تشتموش. ده جندي واقف بياخد شغله. ذنبه ايه اللي هو يبقى واقف بيحمي بأرضه وبلده، وانت تضربه وتقطع السياق الحديدي وتعدي؟ احنا الجنود المصرية ربي يعطيها الصحة والعافية ويحفظ لنا جيشنا، واقفين عشان يحموا أرضهم، يحموا شعبهم. بس دي مش عاركة في شارع عشان تيجي تعزمني عليها وتقولي تعالى أو دخلني مكانك أو خد مكاني. مصر مش هتخش حرب. مصر او الجيش المصري واقف بيحفظ بلده. اي حد هيتعدى على الامن القومي المصري هيرد عليه، انما مش مضطر اللي هو يطلع يدافع لك على بلدك. مش مضطر اللي هو يدافع لك على اخطائك اللي انت اخطأتها في حق شعبك وفي حق بلدك. جاي تتحامى دلوقتي في الجندي اللي واقف على الحدود وتستفزه وتضربه بالطوب. الجندي المصري اللي واقف على الحدود ده واقف عشان يحمينا احنا كمصريين، يحمي ارضه من اي اعتداء، من اي اعتداء. مش مطلوب منه اللي هو يروح يحميك في بلدك، احمي بلدك. مش مطلوب منه اللي هو يشيل عبء اخطائك. انت اخطأت في حق في بلدك، واخطأت في حق شعبك، وانتوا وقفتوا وقلتوا احنا مع المقاومة واحنا مع حماس. احنا ملناش ذنب كمصريين اللي احنا نقف وندافع عنكم، وانتوا دافعوا على ارضكم. كل واحد ملزوم بالجنسية بتاعته يدافع على ارضه. المصري او الجيش المصري مش ماشيات اللي هي مطلوب منها اللي هي تدافع على اراضيكم. الجيش المصري بيدافع على ارضه. الامن القومي المصري بيدافع على الشعب المصري فقط لا غير. انت ابنك مش احسن من ابني، ولا بلدك احسن من بلدي علشان ارمي ابني في التهلكة. ارمي ابني في التهلكة لو هيدافع على امه، هيدافع على ارضه، مش هيدافع عنك. بلاش تستفزوا الجنود المصرية، وبلاش تستفزوا الشعب المصري، لأن الشعب المصري مش هيحارب لحد. كلنا فدا وطننا، كلنا فدا تراب وطننا، مش تراب أي بلد تانية. كلنا واقفين بنحمي بلدنا، بنحمي ولادنا. أنا دلوقتي مسؤولة إن أنا أحمي أولادي، مش هروح أحمي ولاد جيراني. أحمي أولادي، أحمي بيتي، أحمي أسرتي.
اللي ابني اللي واقف هيدافع عني ده انا اللي مربياه، مش انت اللي مربيه. لو جراله حاجة انا اللي هحزن عليه، مش انت اللي هتحزن عليه. دوت بالنسبة للجنود المصرية، دولت ولادنا مصريين، ولادنا المصريين اللي بيدافعوا على بلدهم، على أرضهم، على الأمن القومي المصري. ما تجيش تستفزوا. تحيا مصر، تحيا جيش مصر، وتحيا رئيس مصر، وتحيا مؤسسات مصر.